كل عليكم. دي الحلقه الرابعه لينا من مصدر السخنه. فتره كبيره عملت فيديو اتكلمت فيه عن قصر الكبابجي. الشباب شويه، الشباب تعب. بنتكلم والله بتكلم. لا قال ايه يعينك. دلوقتي الراجل ده هو لسه سامعنا حالا اهو ان احنا بنتكلم عن قصر الكبابجي، ان هو بيورينا العربيات بتاعته والشقق والفلل واللبسه الذهب والحاجات دي كلها. وادي راجل معدي اهو دلوقتي واحنا في البنزينه بيقول لك الدنيا خراب بايظه ومفيش والشباب شغل مش لاقي يشتغل ناس هجمتني قالت لي يا عم انت مالك، ما تخلي الراجل ياكل عيش. ناس قالت لي لا والله انت جدع وكويس انك طرحت الفكره دي. فانت شايف ان هو على الفكره بتاعتي ولا لا؟ انا مثلا احبط من حد زي ده. لو هو احبط من واحده زي بتاعت اميره الذهب. الوليه بتاعت الذهب دي. لا بتطلع لك بتاع درع كده، اقسم اخر يعني اخر واحد شفته لابس الدرع ده كان فيلم 300 مثلا لابس ده وكان فضه. تصدق صح. وكان فضه انا كمان. انا اسف لقصر يعني الكبابجي. احنا اسفين والله. لقيت واحد اعلى جيت منك. على الغلبان. صح جيت على الغلبان. الاعتذار لقصر الكبابجي لان انا تقريبا لقيت حد اعلى منك في المعايره الوليه لا دي. بعد اذنك. الست. عشان انا طالب ايديها. ايه طالب ايديها. اكيد ايديها فيها دهب. ما كل مره بشوف ايديها. انا طالب انا ايد لقيت واحده مره والله. لابسه جوانتي. طالب ايد واحده. كان جوانتي دهب عاملاه لحد هنا باين. وبتلبس ماسك كده غريب. طب بتبيعه ولا يعني هي بتبيع لمين؟ ممكن يشتري الذهب ده حاسه دهب اللي هو ايه، تحس ان انا لو رحت لبنت سيادتك كده عشان تقدم لها فانت تقول لي بنتي وزنها ذهب، هقول لك خد السديري ده. هو ده وزن بنتك. تاني مثلا في واحد اسمه اسلام بتاع البدل. ده عامل مثلا جاكيت مرصع بالالماس. نعم. ما ده بقى للناس المحدثه وش. نعم. اصل اقول لكم على حاجه، الموضوع حتى لو انا معايا فلوس يعني واحد طب ثواني بس الجاكيت اللي هو المرصع بالالماس ده ده اغسله في الغساله عادي ولا ده؟ لا غساله ايه بقى؟ دي دراي كلين. في اللاندري. في اللاندري. بجد والله. فانت جاي على بتاع قصر الكبابجي اللي اخره سكين مش عارف ايه يعني. عمرك مثلا ده طيارتين يا عم ماشي، عمرك شفت مثلا بتاع قصر الكبابجي ده منزل لك حاجه معموله بالذهب مثلا؟ لا بيلبسها. طب ما نصرت بيعملها يعني بتاعت الماز والتانية اميره الذهب. انا برضو لا، انا مشكلتي مع بتاع البدل ده حاجه واحده، ان هو مش بس بيبين حاجته مثلا اللي هو البدل. لا انا ما عنديش مشكله على فكره يعني لو هيبين البدل بس والالماس بتاعت البدل والليله دي ماشي يا عم. انا مشكلتي ان هو بدا يظهر عربياته وراه. لا وبعدين مش دي المشكله والله. بص انا عندي مشكله مع الناس دي في حاجه اللي هو يعني هما بادين سوشيال بعدنا بكتير. ماشي. فتلاقي امي مثلا ما تبقاش عارفه الموضوع فلاقيها تروح بصالي كده تقول لي بص بادئ بعدك وجاب عربيه فراري وجاب ما اعرفش ايه وعنده جاكيت الماظ. انت الجاكيت بتاعك اللي جوه مقطع يا عم. انا ما عنديش جاكيت اصلا. بالنسبه لي بادئ من رمضان بالظبط. بص الكبير هو يعني ده اللي بدأ المعايره. مثلا زي عادل امام ما نعرفش والله عمره والله العظيم ولا اعرف يعني ما نعرفش شكل بيته ايه ولا نجيب ساويرس اعرف ولا اي حاجه. فعلا انا اجيب ساويرس يا ابني بيقول لك ما عندوش يخت، ما عندوش طياره يستلف الطياره من اخوه يعني. يستلف الطياره من اخوه. ماشي. هو ده هزار الاغنياء بقى. عارف انت الفيديو ده اللي بيقول لك ما عندوش طياره بس بياخد طياراتنا كده يلف بيها، اللي هو مش هقعد بقى باين طياراتي وبتاع. فانا شايف الموضوع ده بصراحه بيحبط الشباب. ليه؟ لان انت سيادتك لما توريني تخيل كده، تخيل يعني مثلا اميره الدهب دي ممكن تبقى مثلا متعلمه واخده شهاده ايه، او ده سؤال مثلا ساذج انا فاهم بالنسبه للناس دلوقتي في العصر ده اللي هو يا راجل متعلمه ايه، صلي على النبي في قلبك بقى، المهم ان هي معاها دهب يا راجل بقى، فاهم؟ بالظبط. بس انا بالنسبه لي ده مهم. ما مين اللي هيشتري الكميات دي؟ انا بالظبط زي اللي هو ايه كومباوند اشتري ويجيبوا لك بقى كل فنانين مصر، يسرا وعمرو دياب وعادل امام ده انا هخاف اقرب من الكومباوند اصلا. الامام انا خاف والله لو جيت على البوابه ولا مش هطلع بره. يالا بمناسبه الذهب بقى، تخيل انت مثلا اللي هو انت عندك كام سنه؟ 30 سنه. والدتك اكلتك وشربتك الحمد لله كده وغيرت لك ومسحت لك 30 سنه. روح واحده بتعمل لك سندوتشات كبده وكفته تقول لها ماما دهب. انا الوليه دي بخاف منها. انا الست دي بخاف منها. انا بجد والله اي حد فعلا والله لا بجد. طب انت ترضى تقول لها ماما؟ والله ما هروح لها اصلا. انا بجد والله ما بهرج. انا بخاف منها بجد يعني. كده انا بحس الوليه دي قاتل مأجور. لا وبعدين بتقطع لك السندوتشات مش بتقطعها بسكينه، ده بقطر. دي مش لحم بقطر والله. وتيجي مثلا اللي هو يعني شفت واحد كده كان عامل فيديو تقول له حسام، قال لها نعم يا ماما، قالت له تعالى يا قلب ماما خد السندوتشات. قلب ماما دي تخوف. ايه العلاقه دي والله بجد؟ لا انا مشكلتي فعلا بخاف منها بجد. وانا مثلا اللي هو ايه، انا ماما ده بحسها انت اليهود بتوع المعبد هي دي بتصحى بالليل، فاهم؟ اللي هم منزلين نضاره لحد هنا. ايوه يعني لك هي لابسه يمكه، اليمكه بتاعت اليهود اللي هم بيلبسوها هنا دي بخاف منها. بحس ان هي فعلا قاتل مأجور يعني. وانا والله يعني عارف بحس بتفضل اقول لك شفت السحاره الشريره تاكل في العيال وتنغنغ يدمنوا الاكل فيروحوا لها تاني ويتخانوا يسمنوا تجروا وراهم من غير ما يجروا، من غير ما اجري مثلا ممكن برضه، بس من غير ما اجري برضه كده خلاص غفلتهم. يا قلب ماما
فاهم؟ لا وبعدين مثلا انا ماما ما بتعمل لي الكبده في البيت بتحط لي جنبها طحينه، انا لازم اقول لها يا ماما دي ما بتحطش طحينه. انا ماما اصلا لو ندهت عليا في البيت فاهم وانا ما ردتش عليها بتشتم التانية، خدت منها الطبق تقول لي امسك غرفه داهيه يعني فاهم؟ ما فيش خد يا قلب دي وليا خطر. طب دي وليا خطر. قولوا لها ان انا والله انا فعلا انا 30 سنه اهو بخاف منها وانا 28 وبخاف منها. بخاف منها. اطلع بالليل تخلص شغل خلاص تقوم طالعه كده هي عامله فيها غلبانه عامله كده تقوم مخلصه لا عامله وبعدين بتاخد يعني بيقول لك ايه ايه انت عامله كده واخده شنطتها نازله في الشارع فاهم؟ خط ابونا كلنا في قاتل مأجور. برضه في عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا برضه بيقعدوا يورونا العربيات بتاعتهم، وانا ما عنديش مشكله ان هم يوروني العربيات بتاعتهم وربنا يزيدهم وكل حاجه. عندي مشكله تانية، انتوا دلوقتي الناس بتتعامل معاكم على انكم اي كيو بطيخه، يعني ذكائكم محدود وعدى كل الحدود بالزبط. بما انكم بقى معاكم فلوس قبل يا اخويا ما تجيب نمره للعربيه وقبل يا اخويا ما توريني العربيه وريني نفسك الاول، روح خد كورس فرنساوي. كورس حوسبه. خد كورس حوسبه. بس ما تاخدش كورس حوسبه ليه؟ انت احسن يعني من اوزا صاحبي. مش عارف اوزا صاحبي لعلمكم بيقبض $100,000 ديفولوبر. شايف ان انتوا قبل ما تعملوا ده وتورونا عربياتكم انتوا ورونا الاول انتوا مين. حمو بيكا موريك كرشه. يا عم انا مالي بكرشه، انا عايز اشوفه حضرته بيفهم ايه بيتعلم ايه بيقول ده مش عارف يتكلم. على فكره بحبه عادي مع يعني الثلاثه بسمع لهم ما عنديش مشكله بس عندي مشكله ان هو انت بقى معاك فلوس مش ناوي تبقى بني ادم ولا انت البني ادم عباره عن عربيه موبايل ساعه كرش بس هو ده البني ادم. يعني انا دلوقتي ما عنديش كرش فانا ما اسواش جنيه مثلا عادي لهم اللي هو ايه حسن شاكوش حمو بيكا عصام صاصه شواحه مش عارف ايه عمر كمال ده ايه يعني ايه الاسم الغريب عمر كمال عادي صح. فرق ازاي بين يعني مثلا لما اقول لحد مسلم فرق ازاي بين مسلم اخرتها ليه ابو المسالم كلكم انت اول يتدخل في الموضوع ده يحاول ان هو مثلا يخلي حد فيهم يغير اسمه. واحد مسلم والتاني مؤمن. انا صدقت هو عايز يكلمني في مواضيع ليها علاقه او موضوع قصدي ليه علاقه بالبلوجرز او صناع المحتوى اللي من هنا صدقت حلمي وبدات. قالوا انا زمان انا واخد كريستاله وضيع وقت. انا لما بخش على الساوند ده اصلا والله بلاقي ناس انا ما اعرفهمش ده بجد. انا اول مره اشوفها ممكن تلاقي عنده 1 و2 مليون ما اعرفش ازاي. أيوه. مثلا متصور بالدرع ويجيب لك الاطفال اللي عندهم في الشارع دول هم طالعين يجروا يتصوروا معاه. بيعمل تجمع يعني انا عمري ما عملت حاجه اسمها تجمع. انا ما اعرفش انتوا عارفين ده ولا لا. في ناس كتيره جدا من بلوجرز يقعدوا يقول لك احنا هنعمل تجمع النهارده ان شاء الله مش عارفه في الشارع عند الناصيه ميدان جوينا مثلا اوتومان فاكر الشهيد اوتومان فاكر مول مصر زمان. ايوه نعمل تجمع في مول مصر ده كان دايما مشاهير ويتصوروا فعلا مع العيال الصغيره وهم حواليهم كده وكل واحد فيهم بيتصور وفي الاخر يقول لك هنا صدقت حلمي وبدات. لا وبيجيب درع كده غريب معرفش جايبه منين تقريبا من عند عم اشرف ببدله من عندي. بكام بقى بيبيعوا لهم؟ يعني كان بادئ ساعتها زمان ب 400. عم اشرف في الدور التاني محدش يشتري منه قدام كوتونير غالي محدش يجيب منه بس كواليتي. مثلا عنده بقى 2 مليون او 3 مليون ويتصور بالبلالين جايب لك البتاع اللي بتفرقع دي الوان وفوتوغرافر وبتاع وفي الاخر اكونت يتقفل. انت عندك كام؟ انا عندي 2 و7. عمرك عملت سيشن لا والله العظيم عمري ما عملت. يعني والله في واحد عمري ما صاحبي اسمه محمود عمري ما اتصورت تمام ده عمل سيشن 10,000 10,000 وصل والله العظيم 10,000 والله عمل سيشن 10,000 والله على كده المفروض اعمل فيلم سينما. وصل 20,000 عامل سيشن وصل 30,000 عامل سيشن 40. هو بص يعني الصفر بيبقى موجود كده فهو بيزود رقم بس. يا راجل ده انا عمري حتى ما عملت فيديو احتراف اللي هو فيديو مثلا احتفال بالمليون مثلا. لا يعني مين عمل سيشن الربع مليون وعمل سيشن 200,000 وربع مليون و400,000. طب ثواني لو الاكونت اتقفل وجم بقى يبتدوا من الاول يحط الصور دي على الخاص ولما يجي يوصل لكل مرحله ينزل السيشن ده على انه جديد فمحدش ياخد باله. شكلك عملت كده. انا ما جاتش في بالي الفكره دي على فكره. بس لك بقى هل بقى يتصور تاني؟ عمري ما عملتش سيشن. فريدك بتقول لي الخاص. لا ما عملتش سيشن. كنت عندك مليون يا ابني. مين اللي قال لك؟ عمل السيشن بتاعه اصلا بقالي سنتين بس انا اوصل وما وصلتش. بس اتصورت بس انا ما اتصورتش اصلا ولا مره ولا عملت اي احتفال. بقى ايه الشباب اللي هي مقتنعه ان هم امامير سواء بقى شباب ولاد او شباب بنات. يعني لو واحد صاحبنا كده على السوشيال ميديا يعني بدون ذكر اسماء اسمه سراج سراج عابد سراج ما يطلع في الفيديوهات يعني ايه بتفرج عليه بخاف يعني مثلا كده وانا قاعد على قد الحمام فلاقي سراج طالع لي لا ما تشوفوش اقول لك لو عايز تبقى جامد تحلق شعر صدرك ازاي؟ مكاوي وده برضو من الناس اللي فاكره نفسها جامده. جامده. ده مثلا مبدئيا انا بحس ان هو عنده ضعف
يعني معظم مشاكله حكاياته وحواراته عن النص التحتاني. حاطط على بعضه في 150 النص سنتي. الفوقاني والله 150 سم هو كله على بعضه 2 سم. هو اللي 2 سم نفس اللي هو ايه دايما بيتصور بياخد كده ايه. انا مثلا لو اتصورت فبعمل كده هو تلاقيه ايوه ايوه بيفرج ايه الناس على الشقه بتاعته اللي في دبي. مقابل واحده في الشقه كده اللي هو تقريبا بنت مرميه كده هاي رحت قايله له هاي فقال له اللي هو دي الخدامه فين نفسهم جدعان. انا بحسه الجيار. لوش هقول لك لا غير لوش. هقول لك ليه بقى الجيار. قفشتك انا ومش احنا مش قاعدين على تيك توك وشايفينك غلط في الجيار مش هقبل من غير غلط يا صاحبي. الجيار بقى بيطلع اللايفات دلوقتي يقعد يقول للناس ابعتوا لي بقى زي ما بتبعتوا للناس التانيين. جيار مش اخلاق السيده زينب. دي مش اخلاق السيده زينب. اخلاق السيده زينب ده يا صاحبي تنزل تشتغل كده قرشك تبقى انت راجل كده ملوي هدومك. فمش انت اللي بتقعد تقول لنا كده ولا انا قاعد ادعي ميتين انا بقى الجدعنه. لا برضه بقى ايه بيجير. الجيار اتغير بقى الواد اللي فاكر نفسه مايكل جاكسون. لا ما هي شغلانه. ما هو كل واحد فاكر نفسه حاجه. افتكر نفسي فرخه بعد فتره افضل ابيض بقى كده واكل واشرب يا ريت والله حتى نستنفع منه ونخلص. ابيض افقس تصدق كتاكيت الفرخه دي فراخ. حياتها فعلا وحشه. مثلا انت فرخه دلوقتي فبيضت بيضه ذبحتك عملتك بانيه وطقشت عليك بيضه اعمل بيك البانيه اللي عليك وعلى امك يعني. عليك دي حياتها صعبه. اذنك ما تغلطش في الفراخ. اسمه بيضه وديك اطلع اديك امه اديك انت بقى بالليفل شويه ونشوف بقى ننزل الجمهور العادي. الواد ابن اللي هو بياخد العربيه بتاعت ابوه يركنها اه او ممكن يبقى هو سايس اصلا فتسيب له انت مفتاح العربيه او بياخد العربيه خدها لفه فيروح منزل لك ستوري في يوم فراقك قلب حس بس العربيه وفاتح فتحه السقف وليه عصام صاصه دايما يعني. ما هو عشان جارح دين بينزل جولات. بتنزل جوله اعرف انزل لي جوله تعالى 1 2 3 سبت الجوله. هو الخير. المستوى الثاني من الناس وهو محبين الابل ومحبين الايفون. الناس اللي دايما بتتصور قدام المرايه كان نفسها ان هي لما تجيب ابل او تمسك ايفون وتتصور بيه والتفاحه تبقى باينه في الظهر فهم كده بقوا من علية القوم. اشفق عليهم. بالمناسبه احنا معانا ايفون عادي فما بحبش اظهر خالص انا موضوع التفاحه والكلام ده كله ولاني انا اصلا مش ب4 شاريه كاميرات كمان مش بكاميرا واحده ولان انا كمان مش شاريه عشان اتباهى بيه او عشان اشتري مكانتي الاجتماعيه. لا انا شاريه علشان انا محتاجه كصانع محتوى. لكن ان انا اظهر او اشتري مكانتي الاجتماعيه بموبايل عربيه او بلبس او ايا كان يبقى انت انسان فاضي من جوه. كانت النهايه بتاعت الحلقه بتاعتنا. ريت اتمنى اي حد معدي على مصدر السخنه يدينا بس هنت كده على الانستجرام ويبعت لي ويقول لي ان احنا رايحين مصدر السخنه النهارده لو حابين نعمل معاكم الحلقه الجايه. وسلام يا صلاح.